الدرون المغربية تدمر فيلقا لعصابات البوليساريو بالكامل، والجيش الجزائري يرتكب حماقة. تعيش مخيمات تندوف التي تديرها عصابات البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر حالة احتقان شديد بسبب رفض القيادات البوليساريو الإفصاح عن عدد القتلى، وترفض الحديث عن السيناريو التي حصل أثناء محاولة هروب بعض الناجين رفقة المصابين. وقصة تدخل الجيش الجزائري لمنع عودتهم إلى داخل الحدود الجزائرية بشكل مباشر والإجهاز عليهم. وتعود القصة إلى ليلة السبت بعدما قررت قيادة ابن بطوش إرسال فيلق عسكري لتنفيذ ضربة سرية ضد الجيش المغربي على مستوى الجدار العازل، غير أن الهجوم فشل وتعرضت القافلة العسكرية لضربة عسكرية قوية تسببت في إبادة فيلق كامل من ميليشيات البوليساريو وإعطاب جميع آليات بطائرات درون مغربية. وحسب معلومات تحصلت عليها موقع الجزائر تايمز من داخل المخيمات من عائلة القتلى مفاجأة، والمثير في هذه القصة هي التصفية الجسدية.